عنوان ندوتنا اليوم فتبينوا. احنا ما اخترنا عبث، ما اخترنا هالكلمة عبث، والكلمة جاية من القرآن الكريم، خذيناها من آية فتبينوا. شن تبين اليوم؟ ان تبين الصدق من الكذب، ان تبين الصح من الغلط، ان تبين الحق من الباطل. رفعوا شعار المبدأ وسقط المبدأ، راهنوا على المقاطعة وشاركوا في الانتخابات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العظيم. أنا شخصيا رحبت في مشاركتهم لما سجلت في الانتخابات، وقلت إخوان أعزاء، رأى سمو الأمير أن نعود جميعا إلى صناديق الاقتراع، وكنا نتمنى تكون منافسة شريفة، منافسة فرسان، ولكن مع الأسف كنت أعتقد أن الناس هذه جاية عندها رؤية، عندها طرح سياسي معين، في أفكار غفلنا عنها، في شيء بيطورون في بلدهم، في أمور حنا غفلنا عنها ما شرعناها. لكن مع الأسف كانت المادة لهم الهجوم على مرشحين أو استخدام ألفاظ مع الأسف لا تليق أن تقال في المجالس العامة ولا حتى في المجالس الخاصة، المتردية والنطيحة وغيرها من الألفاظ.